حط التوم على الزبادي، والله لو قلتلك ان انت هتشوفي النتيجة بعد يوم ولا اتنين ولا اسبوع انا بكذب عليكي، لان الوصفة دي هتشوفي نتيجتها في خلال دقيقة واحدة. معقولة دقيقة؟ ايوه في خلال دقيقة. يعني انت هتشغلي الفيديو وهتجربي الوصفة وانت في اثناء الفيديو هتشوفي النتيجة، وانا متأكدة من الكلام ده زي ما انا كنت الحمد لله متأكدة من وصفات انتوا جربتوها كتير، وبفضل الله يعني عاوزة اقول لكم ان الوصفة دي انا جربتها لاكتر من 10 اشخاص، وبفضل الله كلهم دعولي كتير بسبب ان الوصفة وقفتهم على رجليهم من تاني. وصفة بسيطة ومش هتكلفك حاجة، انت كل اللي انت محتاجاه علبة زبادي وثلاث فصوص من الثوم بالطريقة اللي انا هقولك عليها النهاردة. وشوفي ازاي ان انت هتقفي على رجلك حتى لو سنك فوق ال65 سنة، خدتي ادوية كتير ولفتي كتير. جربي بس الوصفة دي وشوفي النتيجة. بس اتمنى الفيديو ده لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، كمان بقى يشرفني ويسعدني، وكمان تاج على راسي انكم تشتركوا معايا في قناتي وصفة وطبخة مع لولا. يلا اقولك على وصفة فعلا تنسيكي اي ادوية كنت بتاخديها ولا لف ولا بهدلة. كل اللي انت محتاجاه ان انت تسمعي الوصفة دي وتقومي تنفذيها. ما اتمناش ابدا ان انتوا تكسلوا عن الوصفة دي، من الوصفات اللي اقول لكم ان انا بصمة بالعشرة بفضل الله، ان هي هتكون نتيجتها روعة معاكم وكمان سريعة جدا. اهم حاجة ان احنا نطبق الوصفة صح، وكمان نحضرها صح، ونستمر عليها بس 5 ايام. 5 ايام بس، وانا متأكدة ان انتوا بفضل الله هتوصلوا لكل اللي كنتوا بتتمنوه. وعلشان بقى مطولش عليكم الفيديو، يلا نبدأ في تحضير الوصفة. ووصفتنا النهاردة فعلا سريعة ومفعولها أسرع. واول حاجه بقى هنحتاجها وهو التوم يا جماعه ما ينفعش ابدا ان احنا نستخدمه مثلا مقشرينه بقاله ساعه او ساعتين، او ان احنا بقى مخزنوه في الفريزر، لا، لان في انزيم، الانزيم ده اصلا بيفقد بالوقت. فانا بجيب التوم زي ما انتم شايفين كده وببدا ان انا اقشره مباشره، يعني بصوا في وقتها. الخطوه دي مهمه قوي 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 عشان فعلا الوصفه تكون ناجحه معانا. انا هحتاج النهارده ايه؟ هحتاج 3 فصوص من التوم، يكون حجمهم بقى كبير زي اللي انتم شايفينه في ايدي ده. طيب مثلا لو التوم بتاعك صغير هتحتاجي ل5 فصوص من التوم، بس انا عشان التوم اللي معايا كبير بالمنظر ده كده، فانا محتاجه ايه؟ محتاجه 3 فصوص بس. ببدا ان انا اقشرهم بالطريقه العاديه خالص، هقول لكم هعمل فيهم ايه. هقشر بقى ال3 فصوص لسه دلوقتي حالا اهوت، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. بعد ما قشرنا التوم زي ما انتم شايفين، انا محتاجه كده اشيل الجزء اللي فوق ده بس، اللي هو شايفين الجزء اللي هو بيكون جاف ده، وبعدين هبدا ان انا اقطع التوم بتاعي على ايدي. اوعوا تعملوا بقى لا في مصحنه ولا في الكلام ده، انا عاوزه على ايدي كده عشان انا بصوا مش عاوزاه ينزل اي سوائل منه خالص. وهبدا ان انا اقطعه لشرايح رفيعه على قد ما نقدر او بطريقه عشوائيه مفيش مشكله، بس اهم حاجه ان احنا نبدا نفتته بس بالشكل ده كده. هعمل كده في ال3 فصوص زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هعمل كده برده بس في نفس الوقت بشيل الجزء ده مستغنين عنه، هقول لكم ليه دلوقتي. بعد ما خلاص كده قطعت التوم كله زي ما انتم شايفين، يلا بينا نشوف الخطوه اللي جايه. معايا هنا ايه؟ معايا هنا كوبايه من الزبادي اللي هي الوزن الصغير، اي نوع بقى عندكم عاملاه في البيت شارياه، حاجه ترجع لكم انتوا. انا محتاجه كوبايه تكون صغيره بالشكل ده اللي هي حجمها 70 جرام تقريبا. هنزل كده زي ما انتم شايفين بالثوم، ايوه انزل ما تقلقيش بس اصبري، هقولك على الوصفه بالتفصيل. كل حاجه هتتحضر معانا في علبه الزبادي القمر اللي كانت معانا دي. هنزل كده عليها بالثوم اللي احنا مقطعينه بالشكل ده. وقبل بقى ما نعمل اي حاجه او نضيف اي مكونات، انا بقى ايه؟ لازما ان انا اقلب بقى كويس قوي الثوم مع الزبادي بالشكل ده. اهم حاجه ان احنا ما نفرمش الثوم او ننزل السوائل اللي فيه، لان هي السوائل دي هي الفايده كلها الموجوده فيه. خلاص كده قلبت كده الزبادي مع الثوم لدرجه ان انا ما عدتش شايفه الثوم خالص اهو بالشكل ده كده. واخر حاجه بقى هنضيفها هي معلقه واحده من زيت الزيتون. يا جماعه زيت الزيتون لازم يكون زيت زيتون بك، يعني معصور كده عصر على البارد. عارفين احنا محتاجين ايه؟ محتاجين معلقه من معالق الشاي، معلقه واحده بس. تمام قوي كده. دلوقتي جاهزين بقى ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نقلب الزبادي مع زيت الزيتون مع كمان الثوم، ونقلب بصوا بالراحه خالص. انا عاوزه كل ال3 مكونات دول يمتزجوا مع بعض كويس قوي بالشكل ده، لغايه بقى ما ملاقيش اصلا اي اثر للزيت تماما.
شايفين مع التقليب انا ما فصلتش اهو، عشان بس تعرفوا ان احنا مش بنحتاج تقليب كتير ولا حاجه. كده ما عادش في اي اثر للزيت ولا للثوم، كله اتقلب مع بعضه كويس قوي. الوصفه دي بقى جاهزين ان احنا ناخدها الصبح على في اول ما نصحى من النوم. طب الوصفه دي بتعمل ايه؟ الوصفه دي اول حاجه بتعلي الحرق جدا في الجسم، بتقلل من نسب الانسولين الموجوده في الجسم، وبالتالي ما بيكونش عندنا شهيه. وكمان الناس اللي عندها لا قدر الله السكر، او الناس اللي عندها كمان مقاومه انسولين، فالوصفه دي مهمه جدا لهم. الوصفه دي بتنزل بقى على المعده، ترطب وتغلف المعده، والناس اللي عندها قرحه في المعده بتعالجها. كمان الناس اللي عندها كوليسترول عالي وتصلب في الشرايين ومشاكل في القلب، فالوصفه دي اصلا بتسلك الشرايين من كل الدهون الموجوده فيه. يعني بتعلي الحرق، بتمنع امتصاص الدهون، بتعالج المعده، بتقلل نسبه الانسولين، بتقلل نسبه الكوليسترول في الجسم. الوصفه ديت بصوا يعني مجموعه ادويه كده في بعضها بفضل الله وحده، مش هيحس بالوصفة دي ولا يشعر بأهميتها غير اللي هيجربها. أهم حاجة إن احنا نستخدمها 5 أيام متواصل على الأقل. جربوا الوصفة، أنا متأكدة إن هي هتفرق في حياتكم كتير.